وفي الجزء ده هنبتدي نكمل الديتيلز اللي احنا اتكلمنا ان احنا عايزين نستكملها في الفيديو ده في الجزء اللي هو الفرونت ميتال. فاللي انا هاجي اعمله ان انا كريت في اللاير وخليت الرفنس بتاعتها في الفاليو دي، وهبتدي اعمل بلاك ماسك بالشكل ده. وطبعا انا عايزه اختار الجزء ده، يعني انا عايزه في الماسك بتاعي هختار الجزء ده. فاحنا في العادي هنيجي ننزل بينت ونسلكت الجزء بتاعنا بالايه بالبوليجون فيل هنا. بس المره دي قبل ما اعمل الخطوه دي آه خلينا نتكلم شويه في الجزء ده. الجزء ده زي ما احنا شايفين هو ايه، تحسوه ناعم شويه، يعني ناعم بشكل يعني مفيش الجزء اللي هو الخشن البامب قوي ده، فيه بس بسيط. يعني انا عايزه اخلي ان السيرفس بتاع الجزء ده يكون انعم شويه من باقي الهاندل، ما يبقاش في نفس الخشن بالشكل ده. ان لو لاحظنا هنلاقي ان الماتيريال اللي هنا مختلفه عن الماتيريال اللي هنا، تلاقوا دي انعم شويه او جلوسي اكتر شويه، مع ان يعني اهو هنا نفس الحكايه، ما تلاقيش البامب اللي حاصل هنا ده. تمام. آه عايزه اجيب مثال اوضح. هنا مثلا تلاقي الهاندل ايه، شايفين بامبي بالشكل ده زي في تفاصيل النويز دي، في حين ان هي هنا في الجزء اللي هنا لا مش موجوده. فده اللي انا عايزه اعمله، انا عايزه افصل الجزء ده. فاللي انا هاجي اعمله دلوقتي ان انا ههايد بس دي مبدئيا، وهاجي عند البيز ليفل، وهاجي هعمل دوبليكيت لدي، كنترول دي، وهسميها مثلا ايه custom port 1. مش افضل تسمية وكده، معلش ماشي. آه واللي انا هاجي اعمله ان انا قبل ما ادوبليكيت برضو هاجي هنا واكريت وايت ماسك، واستثني الاتنين دول. انا مش عايزه دول يبقوا متاثرين بالايه، بالماتيريال بتاعتنا. اللي هم مين الاتنين دول؟ اللي هم الجزء ده، الجزء ده، بس مش ده كله، يعني ده معانا عادي، ده معانا عادي جدا جدا اهو. بس وهستثني برضو الجزء ده بالظبط. هستثني الاتنين دول من بقية الهاندل البيز، الهاندل ماتيريال. كويس. فبالتالي بقوا كده. مهم. اللي انا هاجي اعمله ان انا بعد ما خدت ده دوبليكيت كده، اخلي ده، اقول له بلاك، واخليه يأثر. اللي حصل كنترول زد، اه بلاك ماسك، وهخليه يأثر على مين، على دي، على الجزء الفرونت بالشكل ده كده. آه هو خدي معاها، انا لا مش عايزة كده خالص. خلينا نعدل شوية معلش تاني على الماسك بسرعة. بس حاجة كده كويس جدا. فدلوقتي اهو تمام، دي كده الجزء الكاستم او الفرونت ميتال يعني. آم، اللي هاجي اعمله ان انا هشيل الهايت. تمام، فايوه بحيث يكون كده، عايزاه يكون املس نوعا ما يكونش اللي هو فيه ايه، تفاصيل النويز اللي كانت موجودة في الهايت دي، لا مش عايزة. فبدل ما كان كده، هي حاجة بسيطة بس بتفرق برضو اهو،
بقى كده ناعم شويه. آه طيب كويس قوي. اللي انا هاجي اعمله ان انا هكريت اد انكر بوينت هنا كده. حلو. وهاجي هنا على فوق وهقول له اد فيل واختار الانكر بوينت بتاعتي العاديه. حلو. الماسك ده هيكون إيه نظامه؟ هنجنريت برضو ايه، هنقول له fill وهقول له multiply. وهدخله texture زي اللي هو حاجة برضو شبه اللي هي السمادج دي، زي كده. بس هخلي البالانس عالي بالشكل ده، وهخلي السكيل برضو عالي معايا بالشكل ده كده، بحيث انت اشوف لا مش قوي كده. م- ممكن حاجة زي كده فعلا. شايفين الديتيلز دي؟ تمام. بس عايزة اخلي البروجيكشن تراي بلانر، ايوه كده افضل كتير جدا. فبالتالي ايه، خدت التفصيلة دي. ممكن اعمل كده شوية. ماشي. اعتقد انها تمام جدا جدا. شايفين الجزء ده افضل كتير واوقع كتير جدا من مكان طبعا. طب حلو جدا. طيب بالنسبة للجزء ده، الجزء ده طبعا عارفين انتوا اللي هي لما يكون الماتيريال، آه بنلاحظ دايما عند الأجزاء اللي هي، عايزة أجيب ريفرنس يعني مثلا دايما بنلاحظ مكان ما بنضغط كده بصابعنا، بنلاقي دايما في جزء كده زي ما تقولوا يعني عارفين مكان ما هو ضاغط كده، مكان ما هو ضاغط كده بالصابع بتاعه، تلاقوا فيه دايما في ايه، الجزء ده بيبتدي ينعم شوية. ماشي، يبقى شايني اكتر شوية ومتقشر، ويبدأ من كتر تلاقوه مدهن كده شوية، مزيت كده شوية، متقشر عن بقية الجزء اللي هنا. دايما تلاقوا المكان ما انت بتضغط تلاقوا فيه زي ايه، تقشير كده، او في اختلاف ما بين الجزء ده وبقية الجزء اللي هنا. فالاختلاف ده احنا عايزين نعمله. يعني من كتر ده مثلا جديد، بس من كتر الاستهلاك تلاقوا البامب ده والنويز ده يبتدي يهدى كده، والسيرفس يبقى فلات اكتر، ويبقى شايني اكتر، ويبقى جلوسي اكتر من بقية الجزء اللي ايه، اللي على الجنب. فالتفصيلة دي عايزين نضيفها. تمام. زي هنا بالظبط كده، هتلاقوا الحتة دي بدأت تنعم قوي قوي يعني. طيب ازاي اقدر اعمل حاجة زي كده؟ بكل بساطة برضو هاجي عند نفس الماتيريال دي كده، وهقول له كنترول دي. حتى هسميها ايه، هسميها يعني حتى كاستم اوتو مثلا. بس المرة دي هشيل البينت دي وهقول له ان الماسك بتاعي ده في الحالة دي. تمام. في الحالة دي هعمل دوبليكيت برضو لنفس الماتيريال تاني. تمام. بحيث ان اللي فوق دي هسيب الهايت بتاعها عادي جدا، وهخلي الهايت الفاليو كمان بتاعة الهايت، هقلل الرينج شوية، او هعلي الرينج. لا، هقلل الرينج عن كده. ممكن اخلي الرينج مثلا حاجة كده مثلا اشد شوية. لا محتاجين نهدي بصراحة تاني لا عن كده.
حاجة زي ماشي زي كده. والليفل اوف والليفل اوت هاي هخليه على الاخر بالشكل ده. واللاير اللي تحتها هلغي الهايت خالص، مش عايزة هايت. اللي انا هاجي اعمله إني هاجي على الماسك ده، يعني حتى عشان ما نتلخبطش هسمي دي مثلا with height. تمام. اه الماسك بتاعي طبعا ايه، ثانية واحدة. هو ليه ده حاصل؟ ثانية. اه معلش، احنا نسينا نعمل ماسك ده لوحده، معلش ثانية واحدة. اوكي احنا خلصنا ده. مم. تمام. معلش هعمل بس اد بلاك ماسك تاني. اد بينت. وهقول له خد ده بس. كويس. وهاد انكر بوينت هنا كده. حلو. برضو نفس القصة، هاجي هنا والمرة دي هاد بلاك ماسك تاني. هقول له ايه اد فيل. وهقول له الانكر بوينت بتاعتنا بتاعت كاستم اوتو بالظبط. ففي الحالة دي ده كده with height وده without height. كويس. انا هاجي اعمله ان انا هاد paint layer بالشكل ده. وهرسم بايدي ايه بقى. هبتدي ان انا عايزة ابين الجزء، يعني ده مش ده كده ده فيه هايت. انا عايزة مكان ما انت بتضغط بصبعك هنا كده ما يكونش الهايت ده عالي، لا هو الدنيا بقت فلات عن كده شوية، ناعمة. يعني ناعمة عن كده بكتير. فعايزة ايه ابينت اوت الجزء ده بحيث اني اظهر الجزء اللي تحته الناعم الاملس. تمام. فهاجي هنا كده وابتدي ابينت اوت كده. اتاكد ان انا ضغط على البينت، ما بقاش هنا واقول مش بيرسم ليه، لا هنا. حلو كده. بقيت اني ارسم الماسك بتاعي الجزء اللي احنا مكان ما بيحصل بالظبط بالشكل ده. هنلاقي ان هو بدأ اهو. شايفين؟ هو فرق بسيط قوي بس يعني انت تخيل تقدر تعمل ايه بقى. يعني هو اهم حاجة الفكرة توصل اهو هنا كده. شايفين؟ شايفين الفرق اهو. اللمعة دي هي اللمعة دي. تمام. تحس ان الجزء ده مختلف، السطح مختلف عن يعني المكان ما بيتم الاستعمال والاستهلاك اكتر للسطح. اكيد يعني الموضوع بيكون مختلف عن ما الوضع في بقية السيرفس. اكتر مكان بتضغط فيه وبتمسكه وانت ايدك معرفش ايه، فهتلاقي الدنيا ايه في اختلاف يعني. تحديدا في الدراع بتاع البلاي ستيشن لما تيجي تلعب تلاقي اكتر مكان انت بتضغط عليه بتلاقي هو الزرار بقى بدأت تتمسح وبدأت تتقشر ويحصل حاجات غريبة. فهي نفس الفكرة بالظبط. فا اهو شايفين الفرق؟ اظن باين جدا. لو جيت برضو ازود من الناحية التانية. تمام. فده اللي احنا بنتكلم فيه. يا سلام كمان لو عايزين نعمل لاير كمان، حاجة متقشرة اكتر من كده. يعني مثلا
مثلا لو جيت خدت دي دبليكيت كمان واخترت حتى لون افتح شوية كده، شلت كل ده وخليت بينت بس كده. تمام. وخليت الهايت، شيل الهايت دي خالص واقللها انا يعني سنة تبقى بالماينس، بدخل جوه كأنها محفورة. وجبت برش مثلا زي برش زي فين، حاجة زي كده ماشي. بدأت ارسم كده اكتر بقى، يعني عارفين تفاصيل اكتر بالشكل ده كده. افتح عن كده كمان، ممكن اخليه واخد لون تاني غريب شوية زي كده. ابتدي ان انا ارسم في الاماكن دي مثلا، ده للتوضيح يعني. مش غالبا هعمل اندو الكلام ده، بس يعني للتوضيح. حاجة زي كده مثلا. والهايت يكون يعني عارفين مش قوي كده طبعا، حاجة زي كده. والرفنس تكون اقل شوية كمان. متخيلين الفكرة اكيد صح؟ حاجة زي كده. بس الهايت تاج يقل عن كده كمان. ايوه حاجة زي كده حلو جدا. تمام. آه، مثلا برضو لو جيت وعملت حاجة زي كده اد فلتر، قلت له بلور، زودت الهايت شوية، قللت البلور يعني نوعا ما. حاجة زي كده يعني للتخيل. تمام. كل واحد يعني لو حابب تعمل حاجة زي كده، تفصيلة حلوة جدا بصراحة جدا يعني. تقدر تعمل حاجة زي كده مثلا. كويس. هاجي للنقطة اللي نكمل الجزء اللي هنا اللي فوق. طبعا في نقطة احنا يعني نسيت اقول عليها، وهي ان الجزء ده المفروض ان انا اعلي الميتاليك لواحد، انا عايزاه يكون ميتال. فبالتالي الكولر هيحتاج ان هو يفتحها شوية عن كده. حاجة زي كده. مم، تمام. حاجة زي كده تمام. نفس الحكاية، هاجي برضو اجيب فيلير هنا، وبرضو هبتدي ان انا اأثر شوية على الرفنس اللي في البوتون ده. واقول له add anchor point عشان يختار لي الجزء ده. وهعمل add curvature، واخليها طبعا برضو
multiplied بالشكل ده، بحيث الأجزاء اللي في الإيدجات هي اللي تكون متأثرة بالرفنس بالشكل ده كده. يعني حاجة زي كده مثلا. هاجي هنا وهعلي الرفنس بالشكل ده. ابتدي الاحظ الفرق او الكونتراست في الرفنس بالشكل ده. هي دي حتة الريدابيليتي اللي احنا قلنا عليها، ان هو يكون السطح مقري. آه. هاجي برضو هضيف آه حاجة زي كده، برضو هاد اللير انكر بوينت، وهقول له اد جنريتور، والمرة دي هضيف ambient occlusion بالشكل ده، وهقول له invert. وابتدي اظبط بالظبط الاجزاء دي، اعلي كونتراست شوية، حاجة زي كده تبقى كويسة جدا. وهضيف حاجة زي الجرانج بلاستر، حاجة زي كده. اه مثلا حاجة زي كده. وممكن اعلي السكيل شوية. يعني خليها كده. مهم. بالظبط، بحيث ان انا اخد تأثير زي ده كده. بس هفتح الكالر ده شوية. ماشي. ممكن برضو اد بلور مثلا زي كده.
يعني مم، ماشي حاجة زي كده. عايزة ارفع ده اكتر بصراحة برضه. ممكن حاجة زي كده فعلا، ايوه بالظبط. ممكن جدا برضه اجي اعمل حاجة زي كده. واضيف اثار زي مثلا زي فينجر برينت كده عليها. يعني حاجة تكون ساتل جدا جدا يعني. فين كان في هنا اوريدي حاجات جاهزة، طبعا لو حابين نجيب حاجة من بره نقدر نعمل ده بكل سهولة. هاخد حاجة زي كده مثلا. تمام. طبعا جاي نشوف هنا في الريفرنس هنلاقي حجم الصابع يعني، يقدر ان هو يملى يملى الايه الموضوع ده. نعمل حاجة زي كده مثلا. السبيس خليها كده. مم. ممكن اضيف حاجة زي كده مثلا. ممكن جدا حاجة زي كده. يعني ممكن حاجة زي كده مثلا. وفي الحالة دي طبعا الرفنس المفروض انها تكون ممكن اشيل الكالر خالص واخلي دي موجودة بس يعني داتا في الرفنس بس، مكان الفينجر برينت والحاجات دي طبعا بتكون يعني ايه رف اكتر شوية. فالتفاصيل دي مهمة جدا. طبعا عايزين نضيف لون. ممكن يبقى لون زي الالوان اللي هي زي الالوان اللي فين. امم حاجات اللي هي في لون ازرق كده باين ده لون دهان او حاجة. فممكن اضيف يعني شايفين الحاجات ايوه اللي زي كده. فممكن اضيف لون قريب جدا من ده برضو. يعني يكون في التنت ده كده. اه بالظبط حاجة كده. تمام. مع وضع الاوباسيتي طبعا في الاعتبار، ممكن اقلل الاوباسيتي بالشكل ده كده مثلا. يعني حاجة زي كده كويسة يعني. خلينا نلقي نظرة في الاي الاقي النتيجة دي.
كويس جدا. طيب هاجي دلوقتي وابتدي ان انا عايزه اضيف شويه تفاصيل تبين شويه استهلاك الايه الجزء اللي فوق ده. تمام. عايزه اقلل roughness عن كده كمان. مهم. مم. تمام. هاجي وهنزل برضو. لا، المره دي مش هنزل في اللاير. المره دي هناخد راست من هنا كده، واحتمال كبير نعمل حاجه زي آه، مهم. add black fill anchor point طبعا. مم، لا مش دي ولا دي خالص. طيب خليني اعمل كده واختار الجزء ده كده. تمام جدا. ابتدي ان انا العب شويه في السكيل بتاع الراست نفسه. ايوه. حاجه زي كده. وهجيب سمارت ماسك زي ده، بحيث يأثر بس على النقطة دي، على الجزء ده. ما اعتقدش ده الماسك اللي انا عايزه خالص، فغالبا ممكن اشوف حاجة زي كده. لا برضو. حاجة زي كده، بسيط جدا. تمام. بالظبط، بحيث يكون عند الأجزاء اللي تحت دي. وغالبا هعمل كده، هقلل opacity الماسك ده شوية. مم، هنقلل opacity overall effect، أو نقلل الماسك نفسه كديرت ليفل يعني. حاجة بسيطة زي كده بالظبط. نهدي الدنيا شوية. حلوة جدا التفصيلة دي جدا. طيب، كنترول دي
هجيب حاجة زي البينت اولد دي. معلش خلينا بس هقلل البالانس بالشكل ده واقلل التكتشر، ازود البالانس ايوه بالشكل ده كده. حاجة زي كده مثلا. تمام. نعلي الامبيانت اوكلوجن. حاجة زي كده كويسة جدا. حلو قوي. حلوة جدا التوزيعة دي. تمام. بس عايزين بقى نأكد على الجزء الكيرفتشر اللي فوق من هنا. آه يعني بيبقى بادئ من تحت وفي برضو الجزء اللي فوق ده. طبعا انا مش عايزة اهلكه برضو قوي كده، يعني مجرد بس حاجة بسيطة شوية. مجرد حاجة كده يعني. عايزة اهدي الجزء اللي هنا ده. لو في سكيل، فين السكيل بتاع؟ مم، بالظبط. انا عايزة اهدي الكونتراست شوية، في نفس الوقت اقلل البالانس شوية. يعني حاجة زي كده فعلا. كده هاد جنريتور وهاد كيرفتشر. حاجة زي كده مثلا. ممكن برضو اغير المود. اقلل الشاربنس شوية. طبعا مش مؤثر قوي على اللي تحت. بالظبط البوزيشن جريدينت. بالظبط ده اللي انا عايزاه. بالظبط كده. بحيث في البيس كولر يبقى بالظبط الكولر، البيس كولر يكون حاجة زي كده يعني. بنفس الطريقة هاجي كنترول دي، وبنفس الطريقة هعمل كفل وهخلي خليه يأثر على الكاستم اريا 2 دي.
اه معلش 1 دي. حلو. وهضيف حاجة زي الجرونج ليك. اه دي مثلا. وهخليها مثلا حاجة زي كده يعني. حاجة زي كده. وأهدي الأوباسيتي مثلا على حاجة بالشكل ده، بحيث اخد الإفكت ده برضو هنا بشكل بسيط، لأن برضو الأجزاء دي بتكون متأثرة، بس أنا برضو زي ما قلت أنا مش عايزة أهلكها أوي يعني. حاجة مثلا. بالظبط هو ده الإفكت اللي احنا عايزينه. طبعا ممكن يجي هنا عند الرفنس. فين الرفنس؟ ماشي. ممكن ألعب بس في الكرر شوية، خليه saturated شوية. مش حاجة زي كده. هاجي أعدل الكلر برضو كده بالشكل ده تاني شوية. حاجة زي كده. مم، تمام جدا. لو حابين طبعا نزود تأثير الرست أكتر، ممكن نزوده برضو. إن أنا أجي أعمل كده وأضيف يعني حاجة برضو تكون قريبة من السمادج، مثلا حاجة زي كده. خليها multiply. نسيت أضيف البينت layer كده مثلا. تمام. بالظبط، بحيث إن أنا أزود الإفكت بتاع الراست شوية. وممكن هدي البالانس بالشكل ده، بحيث تكون يعني تأثير بسيط، مش أكتر من كده. يعني حاجة زي كده مثلا. ممكن فعلا نهدي ده أكتر. ممكن أهدي السكيل أقلله شوية يعني. حاجة زي كده تكون كويسة.
لو جيت ألقي نظرة في الاي راي هلاقي النتيجة دي. ومن المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هتكون الفينش بتاعنا جوه سبستانس بشكل نهائي بإذن الله. بحيث ان احنا بس هنكمل بقية التاتشات اللي احنا كنا عايزين، التفاصيل اللي كنا عايزين نكملها اصلا في الجزء الهاندل البلاستيك الاسود ده. هنضيف شوية تفاصيل برضو بحيث ان هو نقربه شوية من الحالة دي اللي في الريفرنس ده. تحديدا ده وده. عايزين نقرب حاجة من الحالة دي شوية، من البهدلة يعني. فاشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.